السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في حلقة جديدة من قناة جودي بابا. النهاردة أنا عازماكم على مطعم الشيخ رجب. ومطعم الشيخ رجب ده كل أكلاته حلوة أحسن من الأكلات التانية. بص، حتى الكريب بشتريه من برا ب50 جنيه، برضو في الشيخ رجب ممكن فيه ب20 وفيه ب50 وفيه بكتير، بس حاجات كتير حلوة. هو اسعاره حلوه. مطعم الشيخ رجب من الحاجات الطبيعيه، واللي هو الحاجات اللي بصراحه، بس انا شايف ان اسنانك نزلت تاني وشكلنا هنعيد الاسنان تاني، صح؟ راحوا فين؟ ايه اللي حصل؟ ماسكه الكريب ما شاء الله. انا بص طلع ايوه، طلع كل ده كريب. أيوة. صراحه هناك يعني الاكل عند الشيخ رجب مش بنقول دي دعايه ليه، احنا بنحب نروح هناك، بس واضح انه ما شاء الله يعني ربنا يسهل باذن الله. طعمه رهيب، بس الاسعار بص رخيصه قوي. كويسه، اسعاره حلوه الحمد لله، ورخيصه وحلوه. مكان نظيف، بيستخدم حاجات طبيعيه. البطاطس جودي هنا عندها نهم شديد في الاكل طبعا، وعشان تحط كاتشب قلنا لها مش هينفع من بره، بنحط كاتشب منين؟ من جوه. تمام، الخلطه. ففتحت الساندوتش كله وحطيت كاتشب الكريب. والله يا جماعه معلش بحب. المرة اللي فاتت ما كنتش بعمل كده، بس دلوقتي بعمل كده عشان ما اعرفش كده ليه. بحب كده. بص، عملت برضو تاني الساندوتش. يا ريت نفكر اصحابنا انهم يعملوا اشتراك في القناه ولايك، يضغطوا على زر اللايك وتفعيل الجرس. تمام، كويس. لايكات. كل ده اكل. انت احتاجتي بعد الكريب حاجه تاني؟ لا. البطاطس دي ليكي؟ اللي انت عاملاه هنا المطعم بصراحه تجهيزه عالي. والله العظيم ما هو دعايه ولا هم دافعين لنا حاجه ولا ده، احنا بس كنا رايحين ناكل انا وجودي. وطبعا ما شاء الله الشاشه هناك شغاله على المباشر على القناه السعوديه. هو قران وبس من الحرم النبوي مباشر. وحاطين قدامهم الكعبه وناس قاعده تلف حواليه. الشاشه كده جايبه الكعبه على طول وجايبه بس مباشر من هناك. كأن جنة شغاله من السعوديه فيها. جميله بصراحه، وصوت القران جميل. بس احنا هنا عشان حقوق الطبع، بس بنفكر اصحابنا طبعا دايما بالاشتراك بتاعنا علشان خاطر احنا محتاجين لايكات. ده احنا عايزين يعني وبصراحه احنا محتاجين نرفع شويه، لان كده حاسين نفسينا الدنيا واقعه. ينفع اقول حاجه للناس؟ بصوا يا جماعه، طبعا دلوقتي ممكن انا جالت الورقه في بقي، قلت له يا بابا الورقه نزلت في بطني. بصوا يا جماعه. ايوه كده كل انواع الكاتشب. بيسموا البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اول واخر. احنا شكلنا ما سبناش ولا في ايه؟ بصوا اللي في ايدي ده ولا ايوه اسمه مايونيز. بس انا بنطقها غلط. يلا تمشي. بس بصراحه يا جماعه بس قبلنا التحدي هناكلوه. بص هجمت عليه. مش هتخلي فيه يعني ده كله؟ بص كان كتير. كل ده اكل 75 لا جميل بصراحه. رحت كلت كله بقى طفل. الله ينور. بقى طفل يعني مش عارف ده كله هيروح فين. كبير الكرب. الوحش الكبير ده كله هجمت عليه. ما خليتش فاضيه ده معرفش يعني. المفروض بعد ما ايوه بعد ما اكل، المفروض بعد ما اكل البطاطس شايفين ليه ما اكلتش خالص؟ لا كلت. ليكي سنه نازله من جبل يا جودي. يقفل يا عمي السن ده، الله يخليك. صغير خالص. ان شاء الله خير. بقى شايفين بقى سخنه. شايفين بس في ايدي قد ايه. ده اكل. وبعد ما كلت البطاطس قلت يا بابا انا شبعت. عزيزه بتقول لك انا عايزه بسبوسه. ما شاء الله. الله يديك العافيه. شايفين بتاعنا بالاكل بصراحه. هنا جودي مش سايبه حاجه. ايوه عايزه ابن الناس اهدي هنا. عايزه ايه؟ كده انا عايزه سلطه تاني. ايوه مع مين الخناقه دي؟ حد بيطير؟
انت بتجيب الاكل منين؟ حتى الطبق التاني جنبك، انت مخزنه اكل في كل مكان. انت خدت كل اكل المطعم. ربنا يستر. ربنا يستر. بص هجمت، واضح انك انت مستمتعه بالاكل بصراحه. بس هجمت على البطاطس والكريب. البطاطس قالت لي ارحميني، والكريب بس بيقول لي ايه؟ الحقيني دي اخر حاجه فاضله في الكريب ده. يا حول الله يا رب. يا ساتر، ده انت ارحميني. كل ده اتاخد. كل ده اكلتيه. حرام عليكي. البطاطس قاعدة تشاهد الموضوع، بتقول بتتفرج يعني، والبطاطس بتتفرج على الاكل وبتشوف جودي هي وعماله تاكل في الكريب، وتقول يا رب ما تاكلنيش عشان ما تاكليهاش. الله يديك العافيه. بص يا اقفل يا عم، كفايه اقفل يا عم، اقفل. ايه ده كل اللي بالراحه. حوت بياكل. ده مجنون. ايوه اقفلي خلاص. لا اله الا الله. الحمد لله. ولا خلينا ولا اكل في المطعم. الحمد لله الحمد لله. بص جنبي طبق كوكي. عماله تسحبي فيه. ليه ده كله؟ ليه؟ وقدامي الكريب والبطاطس. قلت لبابا عايزة سلطة، قال لي كفاية يعني؟ طيب الحمد لله. طبعا النهارده جودي كلت، وكان اكل بصراحه ما شاء الله يعني لذيذ. بص واتبسطت في الشيخ رجب ما شاء الله الحمد لله. هتاكل البطاطس؟ البطاطس قعدت تقول لي لا ما تاكلنيش. خلصت حبيبي. خلصت على كريب صاحبي، سيبيني انا. مش هتنفذ البطاطس، مش هنرحموها برضو. بص خلصت البطاطس. ايوه طبعا، هذا اهو ده تصبيره ده. ايوه عيش شامي مع الاكل. خلصت البطاطس يعني، انت كلتيها برضو. خلت طعميه كمان. وبص. يا ساتر، ايه اللي انت ما خليتيش فيه؟ ايه اللي فاضل في المطعم؟ فاضل في المطعم ولا حاجه، ده اليوم اللي هو يعتبر فاضل بس فول وبيض. الحمد لله. بص يا تجهيزات جماعه المكان بصراحه، والشاشه والبث المباشر ما شاء الله جميل. واتفضلي. ينفع اقول؟ بصوا الاستوديو اللي قدامكم ده كله اللي هو الطبيخ، وده كله ما كانش طبيخ ابدا، كان جوجي طمطم بدل الطبيخ، وجنبنا استوديو كان قديم، بس دلوقتي عملوا استوديو جديد. جهزوا المكان بطريقه كويسه وعملوا شغل في المطعم. طيب ان شاء الله هم نقول لاصحابنا ما تنسوش اللايك، وهنقول لهم ان شاء الله هنشوفكم في فيديو تاني علشان خاطر نتقابل، لان خلاص اهو الف سلامه. ودعيهم وقول لهم مع السلامه مع السلامه. خلصنا.